السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني يا رب يا سندريلا، تكوني بصحة وخير، واهلا بيكي في اسرار سندريلا. النهاردة ان شاء الله هنعمل حلقة جامدة جدا جدا ان شاء الله مع بعض وتعجبكم وتنال رضاكم. وهي طلبت مني كتير 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 زي فيديو البيبي ليس كده، بس انا عارفه ان انتوا ما تزعلوش مني. وهو ازاي بننظم الدولاب بتاعي، او الدولاب بتاعي اصلا تقسيمته ازاي، او انا اخترتها منين واشتريته منين، وكان بتختاري التقسيمه بتاعته ازاي. كل ده ان شاء الله نعرفه مع بعض في الفيديو الجامد ده. بس لو انت اول مره بتشرفيني يا ريت ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وتنضمي معانا لاسره اسرار سندريلا. ويلا بينا على الفيديو بتاعنا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، احب بس اقول حاجه قبل ما انساها، ان كان في لايف لقناه عالم مروه، وانا دخلت اللايف ده. وحبايبي بجد يعني ما تتصوروش فرحتي بيكي وقد ايه البنات كتير اللي كتبت لي لو سمحتي يا مروه دعمي اسرار سندريلا، اسرار سندريلا يا مروه، لو سمحتي يا مروه دعمي اسرار سندريلا، لو سمحتي يا مروه دعمي اسرار سندريلا. وجبت برضو سيره ام عمر وسيره قناه ام ملك. بجد بجد يعني عشان ابقى ازعل قوي لو انا نسيتكم. بجد بشكركم جدا 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 جدا. كفايه ان انتوا كل شويه كنتوا بتكرروا الكومنتات، بس هي طبعا يعني من كتر الكومنتات ما كانتش شايفه خالص الكومنتات بتاعتكم. دي اول حاجه. تاني حاجه، يعني اول شكر 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 واجب لكل واحده افتكرت ان هي في لايف لاي قناه كبيره تكتب اسمي وتكرروا كتير، لان اكيد انا مش هوصل غير بكده. يعني انا مش هوصل غير ان انتوا تساعدوني. الحاجه التانية اللي انا عايزه برضو اقولها، ان دخل كده كومنت لواحده تقولك ايه دلوقتي، مش دي مروه اللي انت كنت بتتريقي عليها وكده دلوقتي احتجت لها؟ على فكره انا عمري ما اتريقت على مروه، وعمري ما جبت سيرتها في فيديو. بالعكس انا اصلا لو انتوا دخلتوا، حتى لما انا اوقات بدخل لقناه منال يوتيوب وبكتب لها تحت كان على الفيديو بتاع مروه ان هي ردت على اللي هو لما مريم طلعت فويس ومش عارفه ايه الكلام ده، انا قلت لها ان مروه ما غلطتش في موضوع حاجه زي كده. بالعكس بتقول ان الرجاله نوعين، نوع يبقى كذا ونوع يبقى كذا. ده العادي، ده العادي في اي بلد، يعني سواء في الكويت، سواء في مصر، سواء في الفلبين، سواء في الصين. الرجاله نوعين، في مجال الشغل نوع هيكلمك باحترام وهيطلب منك شغل باحترام، ونوع التاني هيبقى سكته شمال. ده معروف، يعني هي ما بدعتش يعني، ودي حقيقه يعني الى يوم الدين. هي الرجاله بتبقى كده، يا راجل يبقى كويس وبيتقي ربنا ويبقى بيغض بصره، وواحد تاني بيخش لك في مسلك تاني. حتى لو انت رايحه محل وبتشتري منه، تلاقي في بياع بيكلمك باحترام، وفي بياع جايبك من فوقك لتحتك. ده كلنا عارفينه وحافظينه. فما تجيش واحده تقول لي. ولما عملت فيديو قبل كده، لو انتوا تفتكروا، في قناه ام ملك واخواتها، والفيديو طبعا موجود اللي حابب ان هو يدخل يتفرج عليه، اللي هو حطيت صورتي انا وزوجي بره، وقلت اول ظهور لزوجي، وكنت طبعا قصده ان انا اتريق على التحديات والناس اللي بتطلع زوجها معاها. واتكلمت فيه على قناه مليونيه. طبعا ما جبتش سيره اسم القناه، بس كان مقصود بقناه مليونيه اللي هي مين، اللي هي طبعا القناه اللي هي بينها وبين مروه مشاكل وكلام من ده، لان انا نفسي حصل بيني وبينها موقف. فانا ما بطلعش احكي في الحكاوي، وما بطلعش اقول اي كلام ما حصلش. الكلام اللي بطلع اقوله يكون حصل شخصي معايا، يا اكون انا مقتنعه بيه، فمش هغير كلامي. فما تجيش انت تتفلسفي وتقومي كاتبه هي دي مروه كذا، اللي هو انت كنتي بتتريقي على طريقتها. انا اتريق على طريقه ان يبقى في مشاكل، ان احنا نطلع نشلشح لبعض، ان احنا نطلع نتكلم على بعض، اتريق. ومن هنا لحد السنه الجايه هقول كده. لكن ايه فكره ان مروه، انا لا ذكرت مروه باسم ولا اتكلمت على مروه باسم. فاكيد عشان برضو ما انساش الحته دي. كونك انت بقى عايزه تترسمي او تبيني يا حبيبتي، انا لا بحتاج لحد الحمد لله، ولا مستنيه حاجه من حد. اللي عايز يعملها لي بصدر رحب ومن نفسه الحمد لله، ربنا يجازيها خير. مش عايزه تعملها من نفسها، انا مش هتحايل على حد عشان يعملها لي. وكفايه حبكم ليا، وان شاء الله ربنا يديم الود بيني وبين اي يوتيوبر كبيره او غير كبيره، سواء صغيره او كبيره. كلنا كبار بمحتوانا، وكبار باخلاقنا، وكبار بمحبتكم لينا. يلا بينا عشان انا رغيت كتير قوي. يلا بينا نشوف الدولاب بتاعي ونرجع نتكلم مع بعض. الدولاب يعني جرار، اوكي؟ دولاب جرار. طبعا الجرار بالنسبه لك هيبقى احسن، عشان لو مش عندك مساحه. يعني لو مش عندك مساحه، فبالنسبه لك هيكون الجرار احسن.
انا بصراحه الاوضه عندي حجمها كويس، هي تقريبا 4 وشويه في 4، يعني مش صغيره، بس انا خلاص اتعقدت من العفش الكبير، فجايبه كل حاجه سيمبل خالص وبسيطه عشان تسهل عليا وتديني نفس في الاوضه. وانتوا عارفين طبعا الغربه وكده، فبالنسبه لك الجرار هيبقى احسن. هي متقسمه طبعا، انا جايباه من ايكيا عشان البنات اللي ما تعرفش، الدولاب انا جايباه من ايكيا، وكان نازل عرض ل 100 حاجه و40، 100 حاجه و40 دينار، كان نازل عرض ل 100 حاجه و40. بس هو عجبنا عشان اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. الاولانيه لما نيجي نفتحها، اللي هي بتبقى بتاعه هدوم الخروج، لما بتيجي تفتحيها زي ما انتم شايفين كده، هدوم الخروج متعلقه زي المحل. ثواني كده خليكم معايا اهي، هدوم الخروج متعلقه ايه زي المحل، اللي هي ادوار مش كده، مش بالطول، لا بالعرض. طبعا ده احسن في ايه؟ في ان الهدوم ما تتكسرش، خلاص، ان الهدوم بتاعتك ما تتكسرش، لانه لما بيكونوا كده جنب بعض بتلاقي حتى لو القميص مكوي بيكسر، لكن فكره ان هم يكونوا جنب بعض كده دي بتكون احسن. وطبعا الشماعه اللي فوق ديت اهي، شايفين كده بالطول كده، وهنا بالطول كده، دي الجزء بتاعي وبتاع ابو فيروز زيهم بالظبط، 2 تحت، يعني في هنا 2 وفي 2 تحت. الجزء اللي تحت ده بيطلع لبره اهو، عشان لو هتشدي تاخدي قميص، تاخدي حاجه، تاخدي، فهو طبعا المفروض ان الحاجات دي بتبقى فوق، والقمصان والبنطلونات والكلام ده بتكون تحت. هي الجزء ده ورف بس فوق، رف بس فوق، وده خلاص يبقى 2 هنا و2 هنا ورف فوق. دي اول ضلفه جرار معانا. هندخل ده جوه عشان الباب يقفل، لازم تدخلي اللي جوه كده وبعد كده تقفلي الباب. عايزه بقى كمان اللي انا عايزه اقولها لكم، ان احنا عاملين هنا الدولاب ده للكاجوال، يعني طبعا انا كده لبسي كاجوال، لكن ابو فيروز يعني احنا عاملين الدولاب ده للكاجوال، وعاملين خزانه تانية او دولاب تاني للبدل. كل ما كانت الحاجه اصغر كل ما كانت تعملي مساحه في الغرفه ان انت تحطي فيها حاجات، يعني مش جبنا دولاب واحد كبير وحطينا فيه كل حاجه، لا، قسمنا ان الحاجات الكلاسيك مع الشرابات الكلاسيك، كل حاجه خاصه بالشغل تبقى مع بعض، والحاجات الكاجوال تبقى مع بعض، وده طبعا احسن ليكي. ويا رب تكون الفكره دي تكون عجبتكم. تبقى محطوطه كده زي المحلات، طبعا سهلت كتير. الضلفه الثانيه هي بتبقى ضلفه الهدوم البيتي، وانا طبعا احترام ليا ولزوجي فضلت لكم كل اللي في الرفوف، عشان ما ينفعش طبعا ان انا اصور هدوم البيت بتاعتي وبتاعت زوجي. فانا بس حبيت اوضح لكم الشكل، التقسيمه ازاي. الشنطه بتاع المدلدله دي معرفتش اشيلها بقى، عايزه كرسي واطلع. طبعا رف فوق ده 1 2 3 4 5، وهنزل لكم دلوقتي الكاميرا اللي تحت. الارفف اللي فوق انا حطيت فيها الشنط اللي انا مش بستخدمها. الضلفه الثانيه دي بحط طبعا فيها الهدوم بتاعت زوجي، لان هو اطول مني فيعرف يجيبها. هنا بحط الهدوم بتاعتي، وهنا وتحت، مش عشان انا صغنطوطه، عشان طبعا انا كيوته صغنطوطه، فايدي طبعا ايه صغيره. الحاجه اللي انا عايزه اوريها لكم، هي عندك اي علب، يعني مثلا العلبه دي انا هستخدمها مثلا ان انا احط فيها حاجات ثمينه شويه، مش عايزه حد يشوفها، كروت، حاجات مثلا صور ليا، اي حاجه انت عايزه تحتفظي بيها ممكن تحطيها في علبه زي العلبه دي. الجزء ده انا كنت جايباه من ايكيا، شوفوا هو بيتفتح كده، بيتحول للجزئين دول اهو، زي ما انت شايفه كده، هم عاملينها ناحيه وناحيه زي ما انت شايفاها. هنا انا بحط الغيارات الداخليه بتاعتي، سواء مثلا هنا او هنا، بقسمهم مع بعض. عايزه حابه ان انت تحطي فيها الشرابات، تحطي فيها يعني اي حاجه زي ما انت عايزاه. طبعا هي بتطبق وكده، لو انت عايزه تعينيها في مكان ما تاخدش، هتفرديها في الدولاب، هتفرديها كده. البوكس اللي تحت دوت زي ما انتم شايفينه كده، هننزل بس الكاميرا شويه اهو. هو برضو بوكس كبير اهو، ده انا برضو بحط فيه حاجتي، عايزه انظم حاجات في الدولاب عشان ما تبقاش كده منطوره ومتسابق، برضو بحطها فيه. لو جينا بقى نزلنا على الرفين اللي تحت، تعالوا نشوفهم مع بعض كده. بنات احنا وقفنا لغايه الرف ده، الرف اللي تحت
اهو ده برضو فاضي. بعد كده الجزء ده هو جرار اهو، شايفينه بيتسحب كده، والجزء اللي تحت ده بيبقى زي الشبكة اهو. الشبكة دي انا حاطة فيها الملايات، الفوط، الكلام ده انا حاطاه فيها هنا. طبعا حاطه الحاجات اللي ما ينفعش اطلعها قدامكم. وهنا الارفف، يبقى الارفف يبقى فيه اتنين تحت اهو، واحد شبكة واللي هو الدرج الكبير اللي بيتجر، ونعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمسة أرفف. طبعا هو أوسع وأعرض، وأنا شايفة إن تقسيمته حلوة جدا، خصوصا مع العلب والمنظمات والكلام ده. هيبقى كويس جدا وهيديكي مساحة. وفكرة الدولاب الجرار فعلا ما بتاخدش مساحة خالص. يا حبايبي النهارده يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم، وتكونوا شفتوا تقسيمه الدولاب، ولو حابين ان انا اوريكم كمان تقسيمه التسريحه، عشان هي برضو شكلها مختلف، فيها فكره مختلفه، مش تسريحه عاديه ولا انا حاطه الحاجات فوق التسريحه، لا، عامله تنظيم حلو جدا للاوضه، مديه شكل حلو جدا للغرفه. محافظه على حاجتي جوه، مش اي حد يدخل الغرفه، مش اي ضيف يدخل غرفتك، ولو حصل اي ظروف ولا دخل كل حاجتك تكون جوه، مفيش اي حاجه باينه، بالعكس كل اللي واضح حاجه ديكور، فوانيس، كلام من ده، يعني حاجات عاديه مش حاجات شخصيه. طبعا برضو فكرتها لطيفه جدا. انتوا عارفين يعني انا ما بحبش الحاجات المكلكعه قوي، كل ما كانت الحاجه سيمبل كل ما كانت طبعا احسن. مش عايزه اوريكم منظر الهدوم وهي لسه هفضل اوضبها، بس عشان خاطر عيونكم انا شلت كل اللي في الدولاب عشان تعرفوا تقسيمه الدولاب، لان في بنات كتير جدا بعتت لي بتقسمي الدولاب ازاي او بيبقى عباره عن ايه. فيا رب الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم ويكون عجبكم. ولو عجبك كالعاده انا مش عايزه اطول الفيديو عشان ما تزهقوش، ولو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يجيلك مني كل جديد. اشتركي يا رب بقى، يا رب يا رب بقى تشتركوا ونكمل بقى يا رب. يعني بصوا انا دلوقتي بحلم بال10,000، لو حابين نزود كمان صفر جنبها يعني تبقوا بجد احرجتوني جدا، حركتوني بذوقكم بجد واخلاقكم. يلا بقى اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي، السلام عليكم.